رحلت الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل اليوم بعد صراع مع المرض، وكان أعلن خبر وفاتها ابنها الوحيد شيرين، وقال: توفت إلى رحمة الله تعالى أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم. حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق. وستقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، والدفن بمقابر الأسرة ب6 أكتوبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت الفنانة كريمان من مواليد عام 1936، ووالدها من جذور لبنانية ووالدتها مصرية تركية، ودرست في مدرسة الليسي، وظهر حبها للفن من طفولتها، وعملت في برامج أطفال مع بابا شارو، وشاركت في أفلام كثيرة، وتعتبر من نجمات الصف الأول في جيلها. ومن أهم أعمالها الحموات الفاتنات، وتمر حنة، ومراتي مدير عام، بنات اليوم، وكان يطلق عليها الجمهور قطة السينما المصرية.